ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ ده امتحان الاستاتكس بتاع الدور الثاني السنه اللي فاتت. تعالوا نشوف ايه نظامه بالنسبه للدور الاولاني. ولغايه دلوقتي اظن كل حاجه ماشيه حلو يعني. بيقول if number one a body of weight 30 كيلوجرام is placed on a rough horizontal plane if the coefficient static friction between the body of plane 4 على 3 ادي ميو اس يا باشا، نكتب ميو اس equal 4 over 3. A horizontal force magnitude F بتاكت على البادي to make it about to move، فالاف بكام؟ سؤال سهل جدا ومباشر. طبعا عندي هنا الان او الار على حسب انت تسميتك يعني ايه او المدرس اللي ادالكوا ايه، وهنا طبعا عندي اف اس. فعندي طبعا الان هتساوي 30، فالاف اس هتساوي يو اس في ان، صح؟ وعشان كده كده قال لي البادي اباوت تو موف، فاف هتساوي اف اس يعني. فنحسب اف اس، اف اس هتساوي 4 اوفر 3 ملتبلاي 30 هتساوي كام؟ 40 كيلو جرام دوت ويت. سؤال سهل جدا ومباشر ومفيش حاجه خالص. اللي بعده بيقول لي a body of weight 60 كيلو جرام is placed on rough inclined plane مع الهوريزونتال بانجل 45 ماشي، force 20 روت 2 اهي بتاكت عليه فوق. act on a body in direction of line great slope of the plane upward. The body will be about to slide down. ناخد بالنا بقى، هو بيأكت فوق بس البادي هيسلايد تحت. فأول حاجة عندنا كده كده هنا ايه ام دبليو ساين ثيتا، صح؟ يعني 60 ساين 45 وهنا 60 كوزاين 45. لما يكون الجسم هيتزحلق لتحت يبقى الاف اس فين؟ في اس فوق، صح؟ بيقول لي زين الكوفيشن ستاتيك فريكشن، عايز ميو اس. طب واحده واحده، اول حاجه الار هتساوي او الان يعني زي ما قلنا 60 كوزاين 45 هتساوي 30 روت 2. بعد كده سم اب ايكوال سم داون، يعني اف اس بلس 20 روت 2 ايكوال 60 ساين 45. اف اس عباره عن ميو اس في ان، فميو اس اهي في الان اللي هي 30 روت 2 بلس 20 روت 2 ايكوال 30 روت 2، وادي ده بالناحيه الثانيه بالماينس، يبقى 30 روت 2 ميو اس ايكوال 10 روت 2 ديفايدد بقى روت 30 روت 2 عشان اجيب الميو اس لوحدها، صح؟ تطلع 1 على 3 بس. لغايه دلوقتي شابتر 1 لذيذ جدا. نمبر 3 بيقول لي if the force F بنيجاتيف 12 و 16 act على البوينت 2 و 3 then النورم اوف المومنت اوف الاف about the origin. سؤال برضه لغايه دلوقتي يا جماعه اسئله سهله جدا جدا. المومنت طبعا بتساوي ار كروس اف. طب الار يا مستر البوينت اللي عندها الفورس اللي هي الاي مثلا، لو دي الاي ماينس اللي هحسب عندها المومنت، قال لي عند مين؟ عند الاوريجن ماينس الاوريجن، واي حاجه ماينس الاوريجن بنفسها، فبالتالي الار هتساوي 2 و 3. يلا المومنت 2 و 3 كروس الفورس اللي هي نيجاتيف 12 و 16 اكستريمز 32 ماينس المينز ماينس نيجاتيف 36 يبقى بلس 36، فده كله هيساوي 68. ايزي. فلغايه دلوقتي مفيش اي حاجه صعبه خالص. يلا اللي بعده F1 بكذا F2 كذا F3 كذا اكت عند البوينت A و B و C السيستم ايكوفالنت ريكابل. قلت لكم يا جماعه اسئله سهله جدا. لما اقول لك السيستم ايكوفالنت ريكابل يبقى المومنت عند اي بوينت ثابته. بجيب انا احب المومنت عند مين؟ عند الاوريجن. ليه يا ريس؟ علشان الار هتكون هي البوينت اللي عندي، مش هحتاج اغير فيها حاجه. فعلى طول اجيب M1 اهو زي الامتحان الاولاني بالظبط. هتبقى الاي كروس الاف 1 عشان الاي هي دلوقتي الار، عشان ار1 هتساوي ايه ماينس الاوريجن والاوريجن بزيرو. يبقى عندي 1 و0 كروس اف 1 اللي هي 5 و7. يلا اكستريمز 7 ماينس مينز ماينس 0 ام 2 تبقى بي كروس اف 2. 3 و2 كروس اف 2 اللي هي بكام؟ نيجاتيف 4 ونيجاتيف 3. اكستريمز نيجاتيف 9 ماينس المينز ماينس نيجاتيف 8 يبقى بلس 8، فده كله هيساوي نيجاتيف 1. مومنت الثالثه بقى ام 3 هتساوي السي كروس اف 3 نيجاتيف 1 و7 كروس نيجاتيف 1 ونيجاتيف 4. اكستريمز نيجاتيف 1 باي نيجاتيف 4 4 ماينس المينز ماينس نيجاتيف 7 يبقى بلس 7، فده كله هيساوي 11. بعد كده التوتال مومنت او القبل بتاعي بعمل ايه؟ بجمع المومنتس. يبقى مومنت القبل هيساوي M1 بلس M2 بلس M3 هتساوي 7 بلس نيجاتيف 1 بلس 11 هتساوي 17. لغايه دلوقتي 4 اسئله فول مارك ان شاء الله، مفيش اي حاجه صعبه خالص. تعال نشوف السؤال ده، نغير اللون بس الاول.
بيقول لي اي بي از يونيفورم رود اوف لينس 4 متر ماشي اند ويت 60 نازل من النص ماشي اتريست ويت اتس اند ايه اون سموث هوريزونتال بلين حلو واعمل لك اصلا رياكشن من عند الايه اهو. The road can rotate easily about a fixed horizontal pin passing through a small hole in the road at the point N. بيقول لي الرود هيروتيت حوالين ال N دي كده. If the rod is pulled from end B by force F perpendicular to AB until the magnitude of reaction at A and the weight of the rod form a couple and the rod became in equilibrium فالاف بكام؟ واحده واحده. اول حاجه قال لك الار اي وال 60 فورم كابل يعني اول حاجه الار اي هتساوي 60. طب ما تيجي نجيب مومنت 60 وال 60 بيلفوا لبعض ازاي؟ اول حاجه بيلفوا لبعض كده يبقى ايه؟ كلوك يبقى نيجاتيف 60 ملتبلاي فين البربنديكولار ديستانس اهي ده كده بالنسبه للانجل ادجيسنت يبقى هايبوتنس كوزاين 2 كوزاين 45 هتحسب ده كله يطلع بنيجاتيف 60 روت 2. طب واحده واحده بقى. دلوقتي هتقول لي مثلا طب هو دلوقتي لما يكون السيستم اندر ايكوليبريم يا جماعه وعندي كابل يبقى لازم يكون في كابل تاني عكسه عشان يكون التوتال كله بكام؟ بزيرو. حلو انا عندي كابل بنيجاتيف 60 روت 2 يبقى المفروض عندي يكون كابل تاني بكام؟ ب 60 روت 2. الكابل التاني يجي عن طريق مين؟ هيجي عن طريق الاف والرياكشن اللي عند المسمار اللي انت واقف عنده او ساند عليه. فانا واقف عند الان اهو. طب الرياكشن بتاع الان هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى نازل لتحت بارلل مع الفورس فده كده بارلل مع ده ونفس الفاليو طبعا عشان يكونوا هما الاثنين عاملين كابل وبما ان دي انجل 90 فدي كمان انجل 90. فلما اجي اقول لك مومنت الاف والاف بيلفوا لبعض والله يا مستر انتي كلوك يبقى اف ملتبلاي البربنديكولار ديستنس ما بينهم اصلا كام؟ 1 متر جاهزه. فانا بقول لك السيستم كله اندر ايكوليبريم التوتال المومنت كله بكام؟ بزيرو يعني نيجاتيف 60 روت 2 بلس اف ايكوال 0 therefore الاف 60 روت 2. كان في اوبشن تاني يا جماعه. حد يقول لي يا مستر مش سيستم اندر ايكوليبريم انا اجيب المومنت عند اي بوينت واسيبها بزيرو بس في حاله زي دي لو انت كنت متلخبط في حوار الان ان هي ليها رياكشن كنت تجيب المومنت عند الان نفسها ماشي. لكن في حد كان يجيب لي المومنت عند الاي بال 60 والاف ويقول لك بس كده لا كان لازم تجيب المومنت عند الان مثلا عشان تطير الفورس اللي عندها. حلو. سؤال يعني لا يعني نص نص شفنا قبل كده زيه كتير بس ساعات في طلبه كتير مش بتكون عارفه فكرته او بتكون ناسياه فممكن نكتب عليه important اللي انت تكون عارفه. معايا؟ اللي بعد بيقول لي ايه بي اذا فورم رود اوف ويت 12 نيوتن ريست هوريزونتال اون تو سبورتس عند سي وعند الدي then الماكسيمم ويت كان بي سسبندد فروم بي عايز اعرف الماكسيمم ويت اللي اقدر عليها من هنا such that the road is still in equilibrium. طبعا ماكسيمم ويت يبقى رود كمان about to rotate كده ايه هيتقلب الناحيه الثانيه. فطالما يا جماعه الرود هيتقلب كده يبقى طبعا هيتقلب كده صح يبقى انا هترفع من عند السي يعني الرياكشن عند السي هيترفع فده كده هيتكنسل طبعا. وبعد كده دايما احنا عارفين بنجيب المومنت عند مين؟ عند الرياكشن الثاني يبقى المومنت عند دي ايكوال 0. سؤال طبعا سهل وكلنا عارفين. الدبليو بتلف انتي كلوك في الديستانس 10 وال12 بتلف كلوك في الديستانس 40 كل ده ايكوال 0 شيفت سولف بتطلع الدبليو 48. حلو. يلا اللي بعد بيقول لي a body of weight W kilogram placed on a rough horizontal plane. If a force of magnitude half W kilogram weight that inclines مع الهوريزونتال بانجل 30 acted on the body to make the body about to move. حلو جدا. about to ايه؟ to move. عايز الكوفيشن اوف ساتسفاكشن عايز الميو اس برضه. اول حاجه نرسم بس حاجات اللي احنا عارفينها عندنا هنا ان كده نعمل الفورس دي ريزوليوشن يبقى عندي هنا هاف W كوزين 30 وهنا هاف W ساين 30 وساعتها هشطب على الاف هشطب على الفورس خلاص عشان عملت لها ريزوليوشن. طبعا قال لي اباوت تو موف يبقى في الناحيه الثانيه ايه؟ اف اس. طب واحده واحده قلنا دايما بنبدا بسم واي ايكوال 0 عشان نجيب الان لوحدها فان بلس هاف دبليو ساين 30 هتساوي دبليو. على فكره هل هنا السؤال معتمد على الويت؟ يعني هل هنا السؤال عايز الدبليو بكام؟ لا يا مستر يعني ممكن افرض الويت يا مستر ممكن تفرضه الويت من اولها ب 8 ب 10 ب 20 ب 100 اللي يريحك. فساعتها مثلا كانت تبقى دي مثلا دي 10 20 مثلا والمقابل للفورس دي هتبقى 10 وتعمل لها ريزوليوشن مثلا يعني عايز تشتغلها بالويت تشتغل. فان بلس حد يا عم لو عايز اول حاجه هاف ساين 30 هتلاقيها 1 على 4 يبقى ان بلس 1 على 4 دبليو ايكوال دبليو
وادي ده الناحيه الثانيه، فالان هتساوي دبليو ماينس 1 على 4 دبليو. مش عايز تعمل لها سمبليفاي سيبها زي ما هي، عايز تعمل لها سمبليفاي طبعا 1 ماينس 1 اوفر 4 3 اوفر 4 دبليو. حلو جدا. خلصنا السم واي اهو، نخش على سم اكس. اليمين هاف دبليو كوزين 30 تساوي الشمال اللي هو اف اس، فهاف دبليو كوزين 30 اللي هي روت 3 على 2 ايكوال اف اس عباره عن ميو اس اللي انا عايزها في الان اللي هي كام؟ 3 على 4 دبليو. يلا يا باشا دور الجزاري ايه؟ يشفي. طير لي الدبليو مع الدبليو، الهاف مع ال2 دي هتروحوا مع ال4 دي، هيتبقى روت 3 ايكوال ميو اس في 3، وادي ده ديفايدد، فالميو اس هتساوي روت 3 على 3 اللي هي 1 على روت 3 على حسب الاجابات يعني، بس موجوده هنا ايه؟ روت 3 على 3. اول 7 اسئله اظن الى حد ما الدنيا كويسه جدا، مفيش حاجه صعبه لغايه دلوقتي. بيقول لي نمبر 8 a body of weight 10 نيوتن is placed on a rough plane inclined مع horizontal بانجل ثيتا، ماشي. if the body was about to slide down when the limiting friction 5 root 3، فالثيتا بكام؟ واحده 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 عشان ما نتلخبطش. الان اهي، هنا عندي 10 كوزين ثيتا 10 ساين ثيتا، صح؟ فيا جماعه لما الجسم يكون about to slide down هيتزحلق، فاول حاجه يبقى عندي فوق ايه؟ اف اس. السؤال ده على فكره هيتحل بطرق كتير جدا، بس انا اوريك الطريقه اللي عاده بتيجي لدماغ اول حاجه الطلبه يعني. الجسم هيتزحلق يبقى الاف اس فوق. هل جبت لك سيره اكسترنال فورس؟ لا. حلو كده. طب تعالوا نكمل. الان بتساوي 10 كوزين ثيتا، ماشي، ده صم واي كده. طب وصم اكس؟ الاف اس بتساوي 10 ساين ثيتا. ايه ده؟ طب ما الاف اس معايا يا مستر ايه؟ هو اصلا مديلك الليميتنج فريكشن، صح؟ يعني 5 روت 3 ايكوال 10 ساين ثيتا. طب ما السؤال خلص. وادي 10 ديفايدد يبقى ساين ثيتا 5 روت 3 على 10 هتبقى روت 3 على 2. شيفت ساين روت 3 على 2 خلصت الانجل ب 60. فيري ايزي يعني. في ناس بقى تقول لك مش عارف الاف اس بتساوي ميو اس في ان، يعني ليها كذا لفه يعني، في الاخر هنوصل طبعا لنفس الاجابه. نمبر 9 بيقول لي if a force of magnitude 10 root 2 force unit act at the origin، act عند الاوريجن and its line of action is in the direction of vector كذا. اللاين اوف اكشن بتاع الفورس بيأكت على الفيكتور ده. then the norm of the moment of this force about البوينت كذا. واحده 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 عشان ايه ما نتلخبطش. قلت لكم يا جماعه لما يجيب لك سؤال مومنت وانت عارف انك هتتعامل بالفيكتور عشان هو مدي لك بوينتات، اول حاجه هتكتب لي الار ايكوال وهتكون مستنيه اول ما يقول لك اكت ات كذا بوم اكتبها على طول. اكت ات ايه؟ ات الاوريجن، يعني دي البوينت اللي باكت عندها، فهكتب 0 ماينس واكون بقى مستعد للبوينت الثانيه. البوينت الثانيه اصلا هو قالها كام؟ قال لك انا عايز البوينت دي ايه؟ يبقى نيجاتيف 2 0 نيجاتيف 1، ودي نقطه مهمه جدا 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 يا جماعه. اي نعم هنا الحمد لله قال لك انا عايز نورمال مومنت، بس لو جاب لك في سؤال قال لك انا عايز الالجبريك ميجر اوف المومنت، فطبعا البوزيتيف والنيجاتيف هيختلف. احنا عايزين دايما نكون بنحل الصح، مش هنلعب على حظنا هو يقول لك نورم ولا لا. طبعا 0 ماينس نيجاتيف 2 يبقى 2، 0 ماينس 0 0، 0 ماينس نيجاتيف 1 1. بقى معايا الار خلاص. حلو قوي. لو معايا الاف السؤال خلص. قلت له مثلا انت معاك نورمال اف، حلو، يبقى انا عايز اجيب يونت فيكتور الاف. طب لو بقول لك يا جماعه ان ده الدايركشن، هو عشان اجيب نورمال اف بعمل ايه؟ بضرب عشان اجيب قصدي انا اسف الفورس كفيكتور بضرب النورم في اليونت فيكتور. لو ده الدايركشن ازاي نحول اليونت فيكتور؟ هقسمه على النورم، فيونت فيكتور يساوي 0 1 1 على سكوير روت 0 باور 2 بلس 1 باور 2 بلس 1 باور 2. هيبقى يونت الاف هيساوي 0 0 على اي حاجه طبعا ب0، 1 على روت 2 1 على روت 2. يبقى الاف كفيكتور بتساوي ايه؟ 10 روت 2 مضروبه في الكلام ده هتساوي 0 10 10. خلاص بقى معايا الاف ومعايا الار، اقدر اجيب مومنت طبعا. يلا بينا. اي جي كي، الار الاول 2 0 1 بعد كده الاف 0 10 10. اي ده في ده ماينس ده في ده يبقى نيجاتيف 10 ماينس جي كولوم رو 2 باي 10 20
minus 1 by 0 0 plus ال k 2 by 0 2 by 10 20 minus 0 برضه. يبقى في الاخر المومنت بتساوي نيجاتيف 10 نيجاتيف 20 20. هو عايز ايه؟ عايز نورمال مومنت. 10 باور 2 بلس 20 باور 2 بلس 20 باور 2. تطلع ب 30. يلا اخر سؤال من اللي بدرجه. بيقول لي a set of coplanar forces act at point C B D E. عامل كده شويه forces as shown in the figure. If the sum of the algebraic measure of the moment of this force about the point A, المومنت حوالين البوينت A ب 68، then ال F بكام؟ طب ما تيجوا يا جماعه نرسم رسمه بس كده بطريقه احسن شويه عشان ما تكونش ملخبطانه. هعمل كده دي ال A اهي، ادي هنا ال D، وادي هنا ال E، وادي هنا ال B والسي. السي عندها اف تحت كده، البي عندها 16 فوق، ده ب 1 سنتيمتر 5 سنتيمتر، هنا دي خارجه لبره كده ب 8، وهنا خارجه 15 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر. طبعا السؤال بقى اسهل بكتير، اوضح للعين. يلا نجيب المومنت في ثانيه. لا ثانيه، قال لك المومنت عند الايه؟ يلا بينا. اول حاجه نبدا بال 15 بتلف انتي كلوك، يبقى بوزيتيف 15 ملتبلاي البربنديكولار ديستانس من ال 15 ده كله بكام؟ 6. اللي بعده ال 8 بتلف كلوك، يبقى نيجاتيف 8 ملتبلاي ديستانس 3. حلو قوي. 16 بتلف انتي كلوك، يبقى بلس 16 ملتبلاي ديستانس 5. بعد كده اف بتلف كلوك، يبقى ماينس اف ملتبلاي ديستانس 5 بلس 1 6. كل ده اللي بيساوي كام؟ بيساوي 86. شيفت سولف واحسب الاف بكام. بس تطلع الاف ب 10. دول كده كانوا اول 10 اسئله اللي بدرجه. تعالوا بقى نشوف نص الامتحان الثاني اللي هو بدرجتين. يلا اول سؤال في اللي بدرجتين نمبر 11 بيقول لي A B is a wire of uniform thickness and density its length is 150 سم. كلام جميل. The wire is bended at point C. التاني عند السي on the road where ان البي سي ب 30 سم. يبقى طبعا اكيد الاي سي بكام؟ يعني ما شاء الله مش عايزين نفكك. 120 سم. احسن احسن. بيقول لي measure الاي سي بي ب 90. اوكي واضحه على الرسمه. then the distance between the center of gravity of a wire will CA والسي بي. مبدئيا يا جماعه السؤال ده عجبني جدا لنقطه معينه، الا وهي اقول لكم ايه دلوقتي. ان هو بص شايفين كده الاجابه سي ودي، هي غالبا هتبقى كده كده 1,000,000% منهم يعني. بص جايب لك نفس الرقمين وعكسهم. هنا بقى المشكله، وهنا الموضوع تريكي شويه. واقول لك ليه بيبقى تريكي. اي نعم هنا الصراحه في السؤال ابن ناس محترم، بس اقول لك لو هو مستشار كان صايع قوي كان ازاي هيغفل حرفيا 90% من الدفعه. تعالوا نشوف. اول حاجه طبعا طالما واير بجيب ريشيو اللينسز ماس واكس وواي. انا اصلا نسيت اجيب ريشيو، انا من تحمسي للسؤال نسيت ان انا فاهم ابدا بالبيزكس. اوكي اول حاجه عندي الاي سي للسي بي، فهتبقى 120 ل 30، فهتبقى 4 ل 1. وزي ما قلت لكم لو عايزين تسيبوها 120 30 عادي برضه. طب عندي اوبشن من الاثنين يا مستر، يا اما تحط الماس في الميد بوينت يا اما توزعه على الطرفين. بما ان انا عارف ان التوزيع ده الاكثر جماهيريه يعني هعملها عشان الناس اللي تحب توزع وتبقى في السيف سايد. ما عنديش ادنى مشكله. زي ما قلنا التوزيع بيكون امن، لكن الميد بوينتس عاده بتبقى اسرع. فانت لو عندك الحمد لله بتحل بسرعه وعارف توفر وقتك، انا رايي الشخصي ممكن توزع بتكون امن بكتير يعني. فنوزع الفور هتبقى هنا 2 وهنا 2. بعدها لما نوزع ال1 هتبقى هنا 0.5 وهنا 0.5. يبقى عندي كام بوينت؟ عندي 3. يبقى انا ناقصني في الجدول لسه خانه كمان. يلا عندي نكتب هنا كده البوينت A B C. البوينت A عندها 2، البوينت B عندها 0.5 والسي عندها 2.5. صح كده؟ يلا بينا نجيب الاكس واي بتاعت كل واحده. ها بالنسبه نبدا بالسي الاوريجن طبعا 0 و0. البي مشيت على الاكس اكسس 30 وعلى الواي 0. الاي طلعت على الواي اكسس 120 وعلى الاكس 0. يلا اكس جي واي جي 2 باي 0 ب 0 و 0.5 باي 30. بعد كده 2.5 باي 0 ب 0 برضه على مجموع الماس اللي هو
2 بلس 0.5 بلس 2.5 فيها 15 على 5 فيها 3. بعدها اللي بعد الواي جي 2 في 120 بلس 0 بلس 0 على مجموعهم اللي هو 2 بلس 0.5 بلس مش عارف ايه، تطلع 48. اوكي. تقول لي يا مستر حلو قوي، يعني البوينت يقول لك ناخد بالنا بقى. بص انا بقول لك انا عايزها من السي اي بعدها سي بي ريسبكتيفلي، يعني بالترتيب. طب يا جماعه لما تكون البوينت السنتر اوف جرافيتي هنا كده، اول حاجه بعد يعني السي اي دوت بيعبر عنه اكس جي ولا واي جي. المسافه اليمين دي بتعبر عن ايه؟ عن الاكس جي، واللي بعدها سي بي يبقى واي جي. يبقى هو عايز هنا بالترتيب الاكس جي يليها الواي جي. حد يقول لي مثلا ما ده المتعارف عليه، اقول لك لا. لو كان نفس السؤال ده بالظبط قال لك اند سي بي بعد كده اند سي اي ريسبكتيفلي، لبسه لنا صح. صح الصح، عشان الناس هتحسب زي ما انا حسبت كده بالظبط، هيطلعها 348، هيختاروا نمبر دي. باي باي هندسه بقى، باي باي. ناخد بالنا كويس قوي 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 من النقطه دي، نكتب جنبها فيري امبورتنت. اوكي يلا اللي بعده. A B C D is a rectangle in which ال A B ب 10 ال B C ب 8. if a force of magnitude 20 بتاكت عند ال point C in direction making angle theta مع C D where ان الكوزين ثيتا 4 على 5 زين المومنت عند ال A. سهله وبسيطه. اول حاجه اعمل فورس ريزوليوشن، هيكون عندي هنا 20 كوزين ثيتا وهنا 20 ساين ثيتا. يلا بينا. عايزين نجيب مومنت عند ال A. ال 20 كوزين ثيتا بتلف ال A انتي كلوك. لا ثيتا ملتبلاي البربنديكولار ديستانس كام ده؟ ب 8. طب وال 20 ساين يا مستر برضه بتلف انتي كلوك. ملتبلاي البربنديكولار ديستانس اللي هي تبقى دي اللي هي تبقى كام؟ 10. يلا قال لك اول حاجه كوزين ثيتا بكام؟ 4 على 5. يبقى بالتالي طبعا ساين ثيتا كلنا حافظينها. ثري على 5 يبقى 20 ملتبلاي 4 على 5 ملتبلاي 8 بلس 20 ملتبلاي 3 على 5 باي 10. اتوقع اكيد هتبقى 248 مليون في المية. ما مش هتبقى 8. مظبوط. يلا اللي بعده. بيقول لي A B C D is a rhombus whose diagonals ال AC وال BD are of length 16 و 12 respectively. يبقى واحدة واحدة ال AC ب 16 وال BD ب 12. يبقى دوت 8 و 8 6 و 6. صح كده؟ طبعا حد عايز يحسب السايدز اللي بره تبقى طبعا 10 سم. هايبوتنس يعني. If the system of forces act as shown in the figure اللي هو 3F 3F F F is equivalent للقابل الالجبريك ميجر بتاع المومنت بتاعته ب 396. عايز الاف بكام؟ سهله وبسيطه جدا يا جماعه. قلنا بكل بساطه عندك حاجه من الاثنين، يا اما هتجيب مومنت كل فورسين مع بعض فبيبقى عندك مومنت ومومنت وتجمعهم، ده بقى كده كابل، او تجيب مومنت عند اي بوينت. ايهما تفضل اشتغل فيه عادي، انا ما عندي فيش مشكله. حد يقول لي يا مستر هو على فكره الاثنين هو نفس الفكره بالظبط يعني. لما اجي اجيب انا اوريكم زي نفس الفكره، مومنت ال 3 اف وال 3 اف بيلفوا لبعض انتي كلوك، يبقى 3 اف ملتبلاي الارم كام كله اللي ما بينهم البي دي اللي هو بكام؟ ب 12. طب مومنت الاف والاف اول حاجه بيلفوا لبعض انتي كلوك صح؟ البربنديكولار بقى ما بينهم فين؟ هتبقى حاجه بالمنظر ده كده. صح؟ حلو. هتقول لي مثلا طب وبعدين، هقول لك محتاجين نجيب انجل صح؟ طب سؤال، مش انا معايا الانجل دي كده اقدر اجيبها من ترينجل ايه ده كده. اول حاجه السايد اللي انا راسمه ده، نمسح بس انا لسه عامله حالا. السايد اللي انا لسه راسمه ده يا جماعه عباره عن ايه؟ اوبزيت صح؟ يبقى هايبوتنس ساين، والهايبوتنس بكام يا مستر؟ اهو ب 12. يبقى اول حاجه هسميها ال، فال هتساوي 12 ساين سيتا. عايزين بقى نحسب ساين سيتا من اي ترينجل، فمن الترينجل اللي انا كنت لسه معلم عليه من شويه، تعالوا نعلم عليه بلون تاني. الترينجل ده كده اهو يا جماعه. لو جيت قلت لك ساين سيتا هتقول لي اوبزيت، هو مش باين صح؟ 8 على هايبوتنس 8 على 10
يبقى المومنت نيجاتيف اف ملتبلاي الارم اللي هو 12 في الهايبوتنس 8 على 10. حلو. مش ده كده جبنا الاثنين مومنت، هنجمعهم ونساوي كله بكام باللي هو قاله لي. يبقى عندي 3 اف باي 12 ماينس اف باي 12 باي 8 على 10، كل ده ايكوال 396. شيفت سولف واحسب الاف بكام. 15. ايه بقى الطريقه التانيه يا مستر؟ هقول لك كنت بكل بساطه هنجيب مثلا المومنت حوالين مين؟ حوالين ال بي او دي، صح؟ عشان اجيب مومنت كنت اجيبها حوالين بي او دي عشان اطير اتنين يعني فورسين. فيا جماعه لو كنا جبنا حوالين الدي طبعا ده هيروح ده هيروح. لما اجي اجيب الارم بتاع ال 3 اف هو 12. لما اجي اجيب ارم الاف هو انزله بالمنظر ده اللي هو برده تكون نفس الانجل نفس الاوبزيت نفس الهايبوتنس نفس كل حاجه بالظبط يعني. بس اللي بعده بيقول لي in the given figure represents two parallel forces اللي هم 6 اف و 3 على 2 اف، والاي سي ده كله ب 20 والريزلت بتاعهم بار. اكت ات بوينت بي، عايز اعرف الاي بي بكام. طب حلو بسيطه يعني. قلنا يا جماعه الحاجه اللي انت عايز تعرف اللينس بتاعها سميها اكس، فلو ده اكس يبقى ده 20 ماينس اكس. وقلنا تاني حاجه اول فورس في الديستنس بينها وبين الار ايكوال تاني فورس في الديستنس بينها وبين الار. يعني 3 على 2 اف في الديستنس بينها وبين الار اللي هي اكس ايكوال 6 اف في الديستنس بينها وبين الار اللي هي 20 ماينس اكس. يلا يا باشا ايه نشفي. طير تبقى ممكن نضرب كله في 2، فهتبقى 3x equal 12 20 minus x. اضرب ال 12 جوه 240 minus 12x. اصلا دي مش f دي x. وادي ناحية تانية يبقى 15x equal 240. x هتطلع بكام؟ 16 ولا كام؟ 16 مظبوط. 16 سنتيمتر بس خلاص. يلا اللي بعده. AB is a uniform rod of weight 45. ماشي. بيقول لي ريست باي اتس اند بي اون راف هوريزونتال جراوند. كلام جميل طبعا، بس ويتس اند ايه اجين راف فيرتيكال والاثنين راف ما شاء الله. تعالوا بس نرسم كده ار بي. هنا عندي ار اي وما انساش هيكون في عندي ميو ار اي وميو ار بي على حسب هو طالع ولا نازل. هنكمل قرايه. الكوفيشن اوف ستاتيك فريكشن بتوين الرود والبوث الجراوند والوول الاثنين بتوع على 3. يعني هنا عندي 2 على 3 ار اي لسه ما اعرفش فوق ولا تحت، وهنا عندي 2 على 3 ار بي لسه ما اعرفش يمين ولا شمال. بيقول لي if a weight 7 is suspended at point C the rod will be about to slide. هيتزحلق طبعا، يبقى الفريكشن بتاعي ده لجوه، وطبعا هيتزحلق يبقى الابر اند دي هتقع لتحت يبقى فريكشن لفوق. بيقول لي زين النورمال رياكشن البوينت بي. عايز اعرف النورمال رياكشن عند البوينت بي. عايز اعرف ار بي بكام يعني. عايز اعرف ار بي بكام. طب واحده واحده. تعالى اول حاجه نعمل ايه؟ سم واي بكام؟ بزيرو. يبقى ار بي طالع لفوق بلس ايه كمان طالع لفوق 2 على 3 ار اي. ده كله بيساوي اللي نازل تحت اللي هو كام؟ 7 بلس 45. يعني ار بي بلس 2 على 3 ار اي هيساوي 52. بروز. استفدنا من سم واي صح؟ نخش على سم اكس. هو يا جماعه صعب بالمره كده. هو انت عندك هنا كام انون عشان تكون عارف تعمل سم اكس وسم واي ومومنت، ولا ممكن سم اكس وسم واي بس؟ انت عندك هنا 2 انونز ار اي وار بي، يبقى المفروض نظريا تعرف تكتفي بالار اكس وبسم اكس وسم واي. سم اكس ايكوال 0 يعني اللي جوه بيساوي اللي طالع بره. يبقى عندي 2 على 3 ار بي بيساوي ار اي. طب ما تيجي نعوض بالمعلومه دي هنا. نعوض عنها ازاي يا مستر؟ اهو يبقى عندي ار بي بلس 2 على 3 ومكان الار اي اكتب كام؟ 2 على 3 ار بي. ده كله بيساوي 52 وشيفت سولف يعني. تبقى طبعا ار بي بلس 4 على 9 ار بي بيساوي 52. ممكن بقى طبعا اكيد يا جماعه مش هنقعد نعملها بايدينا يعني. 13 على 9 ار بي ايكوال 52. تطلع ب 36.
سؤال برضه شايفه انه صراحه سهل مش متعب، بس ناخد زي ما قلنا ناخد بالنا عشان ما يجيش حد يروح يبدا يخش على طول في المومنت بعدها وانت اصلا مش محتاج مومنت يعني. معايا؟ كده خلصنا اول 5 بدرجتين الى حد ما معقولين. نمبر 16 بيقول لي O in the given figure OAB is a triangular lamina of uniform thickness and density. ماشي. ال straight line CD whose equation x equals 6 intersects the two sides AB و AO عند point C و D where OB 9 سنتيمتر ال AO كلها برضه ب 9. If the triangular ACD is cut off اتقطع then the center of gravity of the remaining part. ده التريانجل اتشال. ثانية واحدة هنغير اللون بس. اول حاجه معلم اقول لك الايكويشن اكس ايكوال 6 يعني الحته دي بكام؟ 6 سنتيمتر. في مقابل الحته الفاضله دي بكام؟ ب 3 سنتيمتر. صح؟ طب احنا عايزين نجيب اريت يا مستر. اريت تريانجل كبير واريت تريانجل صغير. اريت اي او بي واي دي سي. طب اي او بي سهله، هاف باي البيز 9 باي الهايت 9. طب اريت اي دي سي هتبقى هاف البيز كام؟ 3. يبقى منطقي برضه يا جماعه من السيميلاريتي. طبعا هنا البيز كله 9 وده البيز 3. الهايت هنا كله 9 يبقى برضه الهايت هنا 3. يبقى هاف باي 3 باي 3. بس سمبليفاي طير الهاف مع هاف 3 و 3 مع 9 يبقى 9 ل 1. يبقى نعمل جدولنا ادي ماس ادي اكس ادي واي. قلنا يا جماعه تفضيل الشخص ايه؟ قسم. التقسيم ايه؟ اسهل حاجه عاده. تعال بقى نبدا نقسم عشان نشوف هيبقى عندنا كام بوينت. اول حاجه الكبير كله كام؟ 9. يبقى عندي هنا 3 وهنا 3 وهنا 3 والصغير المفروض بقى نيجاتيف 1 كمان. نسيت النيجاتيف. يبقى هنا نيجاتيف 1 على 3 نيجاتيف 1 على 3 وعند الدي نيجاتيف 1 على 3. يبقى عندي كام بوينت؟ 5. 1 2 3 4 5. الماس 3 3 3 ماينس 1 على 3 تبقى 8 على 3. بعد كده نيجاتيف 1 على 3 نيجاتيف 1 على 3. يلا بينا. اول حاجه ال 3 اللي عند الاوريجن كام؟ 0 0. بعد كده ال 3 اللي عند البي 0 9. اللي عند الاي 9 و 0. بعد كده الدي كام؟ 6 على الاكس 0 على الواي والسي 6 على الاكس وبعد كده طلعت 3 على الواي. يلا يا باشا احسب اكس جي واي جي. فايف على 2 و13 على 4. يبقى الإجابة نمبر ايه. يلا اللي بعده 17 بيقول لي A D is a rod of light rod of negligible weight ملوش وزن and length 6 meter. The shown forces measured in Newton and act vertically downward as shown in the figure. ماشي. If the rod was suspended from point E belong لل AD بس ما اعرفش ال AD فين. It is equilibrated in the horizontal position. then ال AE بكام؟ يا جماعه انا عايز اعرف ال E فين صح؟ اول حاجه تعالوا نفرضها هنا كده مثلا. وقلت اسمي انا مش انا عايز اعرف الاي اي. فاول حاجه هتحط الاي جنب الاي وتسمي المسافه بينهم اكس. ودي اهم نقطه. تمام عشان هجيب المومنت عند الاي ونساويها بكام؟ بزيرو. حلو قوي. طبعا دي اكس يبقى الحته الباقيه دي 2 ماينس اكس. يلا بينا. اول حاجه ال 3 بتلف كلوك يبقى نيجاتيف 3 في المسافه اكس. بعد كده ال 5 انتي كلوك في المسافه 2 ماينس اكس صح. بعد كده ال 4 انتي كلوك في المسافه ايه بقى؟ 2 بلس 2 ماينس اكس. فنكتب 2 بلس 2 ماينس اكس. بعد كده ال 8 انتي كلوك في المسافه 2 بلس 2 بلس 2 ماينس اكس. كل ده ايكوال كام؟ ايكوال 0. شيفت سولف على طول. نيجاتيف 3 اكس بلس 5 براكت 2 ماينس اكس بلس 4 براكت 2 بلس 2 ماينس اكس بلس 8 براكت 2 بلس 2 بلس 2 ماينس اكس
كل ده ايكوال 0. شيفت سولف ايكوال، طلعت الاكس 4.5 متر، مش موجود. استنى نشوف لو انا كاتب حاجه غلط. انا اسف، انا في الفور دي كتبت في البراكت 4 بلس 4 بدل 2 بلس 2. شيفت سولف ايكوال، طلعت 3.7. 3.7. واري حاجه يا جماعه، لما بتسمي الحته اللي انت عايزها اكس، الرقم اللي بيطلع لك هتختاره على طول وانت مطمن. يلا اللي بعده، اخر سؤال في اللي تشوز. بيقول لي if the system of forces is equivalent للقبل، الالجبريك measure of its moment ب 750، والبي سي ب 1 متر، والاي بي والسي دي بكام؟ ب 3، الاي بي ب 2 والسي دي ب 2. عايز الاف بكام من الاخر؟ ولا السيستم ده equivalent للقبل، الالجبريك measure الفاليو بتاعته بكام؟ ب 750. فواحده واحده، تعالى اول حاجه نجيب مومنت ال 150 وال 150 بيلفوا لبعض كلوك، يبقى نيجاتيف 150 ملتبلاي الارم بتاعهم كام؟ 3، نيجاتيف 450. طيب مومنت الروت 2 اف وروت 2 اف. اول حاجه يا جماعه، لو انا مش عارف انزل ارم بالمنظر ده، مفيش اي مشكله خالص، بكل بساطه اعمل لها ايه؟ ريزوليوشن عادي جدا، بدل ما نتلخبط. فتعالى نعمل لها ريزوليوشن. عايزين نعمل ايه؟ الفورس ريزوليوشن. يبقى عندي هنا اول حاجه روت 2 اف كوزين 45، وبعد كده هنا روت 2 اف ساين 45، صح؟ وعندنا نفس الكلام. او يا جماعه كنا ممكن نجيب مومنت عند سي، بس خلاص تعالى نعمل ريزولوشن وخلاص يعني. روت 2 اف كوزين 45، وطلع فوق كده ايه؟ روت 2 اف ساين 45. ماشي. حد يقول لي مثلا بس ايه ده الكوزين والساين ده واحده هوريزونتال واحده فيرتيكال. اقول لك يعني هو هنا لاعب معاك، بس عشان كده كده الكوزين 45 والساين 45 هم فبالتالي مش هيفرق. فاول حاجه تعالوا نعمل، تعالوا ايه عشان بس انا مش عايز الخبطكم بالكلام الكتير. واحده، بص يا شباب، اول حاجه نمسح على كده. تاني حاجه تعالوا نحسب روت 2 في كوزين 45 ب باف اصلا، وهنا نفس الكلام ده باف ده باف. تعالوا بقى نمسحهم كلهم. ماشي، روت 2 في كوزين 45 او روت 2 في ساين 45 كلها بكام؟ ب 1. فانا امسح كل الزيادات دي عشان ايه؟ ما اتلخبطش. ماشي، يبقى يلا عندي اتنين افات بقى، نجيب مومنت كل اتنين مع بعض. يلا اول حاجه نبدا بدول بيلفوا لبعض انتي كلوك، يبقى اف ملتبلاي الار ما بينهم 2. مومنت الاثنين التانيين اللي هم الاثنين اللي فوق دول بيلفوا لبعض برضو انتي كلوك، ملتبلاي الار ما بينهم كام؟ لو انا لو عملنا اكستنشن لواحده فيهم كده، فالبربنديكولار ديستنس ما بينهم اللي هي دي، هي كام؟ هي دي اللي كام؟ ب 1. توتال بقى المومنت دي كلها بكام؟ مفروض باللي هو قاله لي. يبقى عندي نيجاتيف 450 بلس 2 اف بلس اف ايكوال 750. شيفت سول بحسب الاف بكام؟ هيطلع تقريبا 400. مظبوط. يلا اول سؤال في الايساي، بيقول لي ايه بي is a uniform rod of length 10 متر ماشي and weight 44. If the rod is suspended from its two ends by A و B by two vertical strings, then find the vertical force F which act at point C such that the tension at A is 3 times tension at B. طب حلو قوي. اول حاجه عارفين احنا sum up equal sum down، صح؟ يعني T plus F plus 3T ده كله equal 44. يبقى F plus 4T equal 44. هبروز. تاني حاجه عارفين المومنت عند اي بوينت بكام؟ بزيرو. ازاي بقى اللي اجيب مومنت عند مين؟ عند سي. هتقول لي مستر ازاي ده احنا محتاجين الاف. اقول لك بس انت لما تجيب المومنت عند سي هيتبقى لك تي بس انون، تعرف تحسب التي بعد كده تعوض في الايكويشن دي تجيب الاف. لكن لو انت حسبت المومنت عند البي او الاي هيتبقى لك التي والاف برضه، تبقى لسه رخمه شويه. فالمومنت عند السي ايكوال زيرو. يلا مومنت عند السي، التي دي بتلف كلوك، يبقى نيجاتيف تي ملتبلاي 2
ال 44 بتلف كلوك ملتبلاي 3 وال 3 تي بتلف انتي كلوك ملتبلاي 5 بلس 3 اللي هي 8 كل ده ايكوال 0. شيفت سولف بقول لي التي بكام؟ تطلع التي ب 6. يلا سبستيتيوت بقى ان 1 لو ده 1 يعني يبقى عندي اف بلس 4 باي 6 ايكوال 44. شيفت سولف هتطلع الاف ب 20 نيوتن ولا كيلو جرام دوت ويت، ونكتب هنا كيلو جرام دوت ويت. يعني سؤال سهل جدا جدا جدا. اخر سؤال طبعا واضح عليه ان هو ابن ناس قوي يعني. بيقول لي اي بي ذا يونيفورم رود اوف ويت 100 نيوتن. الاي بي كله ريست with its end be on a rough horizontal ground and on a smooth wedge at sea. طبعا الرياكشن ويدج بيكون طالع perpendicular. if the rod makes an angle of measure 30 مع الجراوند ماشي and the reaction of the ground r dash makes angle of measure 30 مع الفيرتيكال ماشي and the rod is in equilibrium. اوكي then find the magnetic reaction of the ground. عايز اعرف الار داش بكام. عايز اعرف الار داش بكام. حلو. اول حاجه انا معيش هنا لينس الرود صح؟ قال لك يونيفورم فطبعا ده ال والباقي بقى يعني جزء ما باقي معرفش بكام صح؟ ماشي. ممكن لو عايزين نجيب المومنت على طول هنجيبها عند مين بقى؟ لو الحته دي باكس فدي ال ماينس اكس. لو انا فرضت اللينس كله 2 ال يعني. او ممكن لو عملنا ريزوليوشن يبقى عندي هنا 2 ايكويشنز 2 انونز يتحلوا على فكره. اقول لك على حاجه مش محتاجين اصلا الات في حاجه. بص كده يا باشا، اول حاجه تعالوا نشد الخط ده زي ما قلت لكم مسائل ويدج بشد الخط ده صح؟ ده يبقى 30 ده اللي تحت يبقى الانجل دي كام؟ 60. اعمل ريزوليوشن بال 60 يبقى عندي هنا اول حاجه ار كوزاين 60 وفوق كده ايه ار ساين 60 صح؟ واشطب على الار. نفس الكلام الار داش عامل لها ريزوليوشن عندي هنا ار داش كوزاين 30 وتحت هنا كده فين؟ ار داش ساين 30. ايه ده؟ طب يا مستر ما انا عندي هنا كام قانون؟ عندي اتنين يا جماعه الار داش والار اخلصهم بصم اكس وصم واي والسؤال خلص. يبقى اول حاجه تقول يا مستر صم واي ايكوال 0 يبقى عندي ار داش كوزاين 30 بلس ار ساين 60 كل ده ايكوال 100. تحسب كوزاين 30 تطلع روت 3 على 2 بلس ار ساين 60 روت 3 على 2 كل ده ايكوال 100. طب ما تيجوا نعمل يا جماعه ديفايدد روت 3 على 2 بالمره عشان نبسط لنفسنا الدنيا شويه. يلا نشفي ده يروح ده يروح يبقى ار داش بلس ار. اوعى حد يقول ايكوال 100 ديت يا غشيم يالا. ها ركز تبقى 200 على روت 3. بروز اعمل 100 ديفايد روت 3 على 2 هتلاقيها ب 200 على روت 3. اوكي وبعدين او 200 روت 3 على 3 نفس الشيء يعني. كده نمبر 1. بعد كده نخش بسم اكس. اليمين ار داش ساين 30 بيساوي الشمال كام؟ ار كوزاين 60. هنفاجئ ان برضو ساين 30 بهاف وكوزاين 60 برضو بهاف يعني قد بعض ده هيروح مع ده. therefore الار داش هي الار. substitute in 1 يبقى ار داش بلس ار بلس ار داش برضو ايكوال 200 على روت 3 يبقى 2 ار داش ب 200 على روت 3 فالار داش هتساوي 100 على روت 3 او 100 روت 3 على 3. تكتب له ده او ده عشان ايه لو حد يعني بيتلكك. بس سؤال برضه يا جماعه سهل ما تخلوش شكله يخضكم. شفتوا انا بقى عودت في الاول قلت ايه اللي ومش عارف ايه وبتاع بعدين فكرت قلت ايه ده؟ طب انا اصلا عندي تو انونز بس ليه ندخل اللات وندخل مومنت في حاجه مالهاش لازمه صح؟ فدايما يا جماعه في مسائل الجنرال ايكوليبريم اول حاجه عد هم كام انون عشان تعرف هتحتاج تستخدم الثلاث معلومات ولا اتنين بس يكفي. بس وده كان الامتحان كان يظن الى حد ما يعني كويس قوي. ان شاء الله يكون ربنا يكرمكم كده السنه دي ويجي احسن منه كمان. ونشوفكم في الامتحان الجاي. تحياتي لايه؟ لاخواتي.